ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وخير. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعض وصفة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وبأقل التكاليف. ربع كيلو بس لحمة هنعمل كمية كفتة كبيرة جدا وموفرة قوي وهتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض ونشوف هنعمل ايه. عندي بطاطس مبشورة بشر ناعم ومتصفية كويس. معايا بصل كمان متصفي، بصلتين مبشورين جامد ومتصفيين، ومعايا كوباية بقسماط وبيضة وشبت وكزبرة وبقدونس، ومعايا ملح وفلفل وكمون وبابريكا وخلطة كفتة. اول حاجة بقى نعملها مع بعض، هناخد البطاطس دي وننزل عليها اللحمة، هننزل عليها بالبصل والبقدونس والبيضة والتوابل وشوية من البقسماط. البقسماط دي انا ما كانش عندي بقسماط يا بنات، كان عندي عيش فينو في الفريزر، طلعته وضربته في الكبة بالشكل ده. تمام، هنقلبهم بقى كويس. دي الكبة بتاعتي. ودي كانت شكلها يا بنات بعد ما ضربتهم مع بعض تاني في الكبة وخلطتهم مع بعض كويس بالشكل ده. وبعدين بقى هجيب طبق اصب عليه الكفتة، هكورها على ايدي كده وبعدين افردها بالطول بالشكل ده كده. وعندي طاسة على النار فيها زيت غزير، هنزل بقى بصوابع الكفتة بتاعتي كده واحمرها بقى بالشكل ده. كانت ما شاء الله جميلة جدا يا بنات وحلوة قوي، وما شاء الله ربع كيلو لحمة عمل لي كمية كبيرة جدا من الكفتة موفرة وكان فيها بركة بصراحة. بالشكل ده كده، ده كان شكلها بعد ما اتقلت كلها، ما شاء الله جميلة جدا. ولو عجبتكم بقى الوصفة دي ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة، في رعاية الله.